وأما الآن فقد غزينا من اليمنة واليسرة، برامج التواصل أخذت جل وقتنا، وقنوات الفساد تدعو وتقول رمضان يجمعنا، فضيعنا الصلاة وهجرنا كتاب الله وتركنا السنن واحتوانا أهل الباطل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولكن أقول إن أمة الإسلام، أمة المليار، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة إن استيقظت فلن يستطيعوا غزوها. أهدافنا ضمن الحياة تسللا، يا للأسى من حال جيل المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أسبغ النعم وكفى النقم، تفضل على المحسن بالأجر وعلى المسيء بالمغفرة والستر. من توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه، لا معبود بحق سواه. ثم الصلاة والسلام على النبي المهداه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أشرف التحايا ما مالت النفس وخالطت الروح وحركت الضمائر، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أعلمها إلا تلك التحية الفطرية، رمز الأمان وبريد الإيمان. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، كم نشتاق لرمضان، لشهر القرآن، شهر الصيام والقيام، نفرغ أرواحنا وأجسادنا وقلوبنا وعقولنا له. وأما الآن فقد غزينا من اليمنة واليسرة، برامج التواصل أخذت جل وقتنا، والمباريات أخذت وقت أكثر شبابنا، والمسلسلات أثرت نسائنا، فضيعوا حق الله وحق أهليهم بل وحق أنفسهم. وقنوات الفساد تدعو وتقول رمضان يجمعنا، فضيعنا الصلاة وهجرنا كتاب الله وتركنا السنن واحتوانا أهل الباطل. ضيعنا الصلاة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهجرنا كتاب الله الذي قال عنه سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وتركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. واحتوانا أهل الباطل، فلنحذر منهم يا أحبة ولو كانوا أقرب الأقربين. فالله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تذكر يا أخي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. لا تقل الكل يضيع الصلاة، الكل هجر القرآن، الكل يشاهد ما حرم الله. لا تقل الكل يفعل كذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. واعلم أنك وحدك من يقف بين يدي الله جل وعلا، وستحاسب وستنطق جوارحك وسيقول لك تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخواني، أعداؤنا يدفعون المليارات حتى يغزونا فكريا. لن أقول نجحوا فيما خططوا له لما نراه من ترك للصلوات وهجر للقرآن وترك للسنن وأكل الربا بشكل مريب وما إلى ذلك، ولكن أقول إن أمة الإسلام، أمة المليار، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة إن استيقظت فلن يستطيعوا غزوها ولو بذلوا أغلى ما يملكون.
فمتى نستيقظ؟ ومتى يستيقظ أكثر شبابنا الذين اعتكفوا على المباريات وأصبحت شغلهم الشاغل؟ يقول الشاعر محمد أبو بكر: ما للأنام وما لكأس العالم كالداء يجري فيهم مجرى الدم، ما بالهم جعلوا الرياضة سنة عضوا عليها بالنواجذ والفم، وإلى البرازيل ارتقت أحلامهم وسرت بهم من قبل بدء الموسم، يدعون يا الله يدعون يا الله بلغنا به وكأنه شهر الصيام الأكرم، فإلى متى نمشي على سنن الضلالة والجهالة خلف شعب مجرم، حتى ولو دخلوا دخلنا خلفهم وبلا هدى في جحر ضب مظلم. يا إخوتي إن البراء عقيدة وديانة من كل علج أعجم، كأس هناك مذهب ومرصع والشام فيها ألف كأس من دم، كيف الفتوح وقلبنا متعلق في متش فتبول ووجبة مطعم، وصغارنا يتضورون من الطوى في كل ناحية وكل مخيم، أهدافنا ضمن الحياة تسللا يا للأسى من حال جيل مسلم. هذه البطولة فتنة كروية لعبت بنا والكل فيها قد عمي. يا إخوة الإيمان هل من وقفة عصماء دون تعصب وتوهم، لا تجعلوا رمضان أهون سلعة من دعوة الفيفا لعرس أجدم، فالفوز ليس برفع كأس إنما الفوز بالريان باب الصوم. أحبتي، قلنا أن أعداءنا يدفعون المليارات حتى يغزونا فكريا. لماذا يغزونا؟ وكيف يغزونا؟ أنت تعلم كيف ولماذا، ولكن لنهدم ما خططوا له بأمور سهلة يسيرة محببة إلى أنفسنا قصيرة المدى سريعة المفعول. منها أولا تقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله وقاه، والرجوع إلى كتابه فمن رجع إليه كفاه. ومنها يا أحبة نشر الأحاديث الصحيحة، وأن نذكر بعضنا عندما يخطئ أحدنا. أخيرا عليك بنشر المقاطع والرسائل التي ترى أنت أنها ستنفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، للتواصل مع محبكم وليد الشريف، فإني والله أسعد وأتشرف بكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه لنا ولكم التوفيق والسداد والنصرة لدين الله جل وعلا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.